السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. للأسف فاجعة تهز مدينة القنيطرة إثر وفاة عدة أشخاص، واللي لحد الآن الحصيلة في ارتفاع. الله يحد الباس. أكثر من 11 شخص اللي ماتوا إثر تناولهم مشروب كحولي فاسد أو ما يصطلح عليه بالمحيا أو ماء الحياة، اللي ربما أنا غادي نسميه ماء الموت. ماء الموت للاسف. المهم غادي نعطيكم بزاف ديال التفاصيل. افادت السلطات المحليه باقليم القنيطره بانه 3 اشخاص لقوا مصرعهم، فيما وضع 18 اخرون تحت المراقبه الطبيه. هذا التقرير هذا كان قبل ما يتزاد الحصيله ترتفع. اليوم الاثنين اثر اصابتهم بتسمم جراء تناولهم لماده كحوليه غير صالحه للاستهلاك بجامعه سيدي علال التازي. وأوضحت السلطات المحلية بأن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، حيث تم توقيف شخصين يبلغان من العمر حوالي 41 و 21 سنة، وضعا بدورهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة في انتظار تطورات حالتهما الصحية لإخضاعهما لإجراءات البحث القضائي للاشتباه في تورطهما في صناعة وبيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها. ياك أخوتي، كما تتواصل إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. يضيف المصدر ذاته للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفية هذه القضية، وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة، وتوقيف كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. أخوتي اش نقول لكم؟ يعني هادو ما ضربهم حد عليه يديهم. اللي مات الله يغفر ليه، واللي باقي حي يدير اتونسيون. بعدوا على بعدوا على هاد المواد، بعدوا على هاد الشيء اللي كيضرب الصحه. واش عباد الله، تخيلوا انا من الكواليس. يعني بعض المرات كنتلاقاو مع ناس كنكونوا كنهضروا، راكم عارفين حنا الشباب، يعني الانسان تتهضر تسول هكا تسول هكا. تخيلوا هاد الزمر ديال كيف، هاد الزمر ديال الماحيه كيفاش كتصيب. تخيلوا راه الطريقه باش كتصايب. تخيل كيلوحوا فيها باش تخمر وتخناز ويكون المفعول ديالها بزاف، تيزيدوا فيها الكول، حاشاكم لي غازواغ لدرجه انه كاين اللي كيزيد فيها لي كوش. المهم شي حوايج ما تخطرش لكم على البال، وقد ما كانوا فيها هاد المواد المسخه وهاد البكتيريا وهاد الميكروبات، قد ما هي كتدوخ ولكن هما وصلوا راسهم للموت بلا ما يحسوا. وصلوا للموت بلا ما يحسوا. كيقول لك اذكروا امواتكم بخير، ولكن اخوتي راه لا اله الا الله محمد رسول الله. ما هادشي يحز في النفس، يحز في النفس. هادشي صراحه ما بغيناش. والله يرحم اللي مات. ورساله للشباب: بعدوا على الموبقات، بعدوا على هادشي ديال الكحول، بعدوا على هادشي ديال هادشي اللي مضر بالصحه، بعدوا عليه، يعطيو اتساع. والله القسم هادشي راه ما فيه نفع. وإلا ما ضركمش راه ما غينفعكمش. كنصح جميع الشباب انهم الى يبعدوا على المواد المضره، يعني يديروا السبور، يديروا شي حاجه بزاف ما يدير، ولكن بعدوا. وشكرا، تحيه للسلطات اللي قايمه بالواجب من اجل محاربه هذه الظاهره هذه ديال انه هاد الناس اللي كيبيعوا الخمور بدون ترخيص واللي كتكون مضره، حتى اللي بالترخيص من طبيعه الحال راه ممنوعه على المغاربه من طبيعه الحال. هذيك نديروها غير للاجانب وداك الشيء. ايوا اش نقول لكم؟ الله يهدي ما خلق، والله يهدينا، والله يرد بينا للطريق. كاملين اخوتي، كاملين تنغلطوا، كاملين تنديروا المعاصي، كاملين تنديروا الذنوب، ولكن كنسال الله العفو والعافيه. نسال الله العفو والعافيه. هادشي اللي غادي نقول. وعافاكم اخوتي. هذا الفيديو هذا ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير ديالكم فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.